السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم في حلقة جديدة من تريبل ام جي. عاملين ايه يا شباب؟ وهنوضح مع بعض ليه ما بقتش تطيق المذاكرة، وليه فقدت شغفك تجاهها، وايه هي الأسباب اللي وصلتك للمرحلة دي. حاسس إني كسلان، زهقان، بملل، كسل، تعب، بنوم، مش قادر. كل ده حصل معانا شخصيا، مش انت لوحدك بس اللي حاسس بكده. وازاي تتغلب على ده؟ أول حاجة وهي الصلاة. مجرد ما تسمع الأذان سيب اللي في إيدك وما تفكرش وما تترددش، وقاوم وتغلب على الكسل. لأن الصلاة هتنظم لك وقتك 5 مرات في اليوم باستثناء ساعات النوم، وأفضل الساعات بتبدأ من بعد صلاة العشاء لحد الفجر، وده الوقت الطبيعي والصحي للنوم. اتعود إنك تصحى وتصلي الفجر، ومن بعدها تبدأ مذاكرتك، وده أنسب وقت. افطر أو اعمل حاجة دافية اللي يعجبك، وظبط أوضتك وقعدتك، وخلي فيه تهوية في المكان ومية جنبك. انعزل وتجنب أي حاجة حواليك من تلفزيون أو راديو، وما تشغلش أغاني أو موسيقى حتى لو هادية، وابدأ بأصعب مادة من 2 ل3 ساعات للمادة، وخد بريك عشان تعمل ريفرش لنفسك ولتركيزك. وما تذنبش نفسك، وفي البريك ده اعمل اللي يعجبك واللي بتحبه، وقوم اتحرك وفكر لثواني وقول لنفسك دي مش نهاية العالم يعني. وخدها تحدي، وقول أنا قدها، وخلي في طاقة إيجابية حواليك، وابعد عن أي طاقة سلبية، وسيبك من أي حد يخوفك أو يحبطك، وما تختلطش بالناس دي، وابعد عن أصحاب السوء لأنهم هيبعدوك ويكرهوك في المذاكرة بالزيادة. وما تكلمش أو تبص على البنات، وابعد عنهم، وقول اللهم ارزقني البصر والبصيرة. ولو انت بتاخد دروس ومعاك بنات فخليك هادي وطبيعي، وما تركزش معاهم، وخلي عينك وتركيزك مع المدرس في شرحه. ولو مش فاهم اسأله، وما تتوترش وما تخافش، واكتب اللي بيقوله، وسجل أهم الملاحظات في كشكول لوحده، ولما تروح راجع عليها تاني، أو ممكن تسجل من التليفون أو تصور البورد عادي. مهم إنك لما تخرج من الدرس تكون فاهم واستوعبت الشرح. استمر على كده، وظبط مواعيد دروسك، وما تخليش كله ورا بعضه، عشان تكون في مساحة تروح وتذاكر اللي اتشرح في الدرس. وبلاش تاخد درسين في نفس المادة عند مدرسين مختلفين، ده بيشتتك بزيادة وبيخليك مش عارف تذاكر ايه وتركز على ايه. لأن كل مدرس بيكون ليه أسلوبه وطريقته في الشرح. شوف مين أفضل مدرس واللي ترتاح له وركز معاه هو بس. ليلة الامتحان فاكر الملاحظات اللي كنت بتكتبها في الدروس؟ جمعهم وراجع عليها تاني في اليوم ده، واقرأهم كويس قوي، واعمل أسئلة عليها بجانب ملزمة الشرح اللي معاك أو ملزمة المراجعة النهائية. اعمل انت أسئلة بإيدك وحلها، وامسك كل مرجع وعلم بالقلم على أهم العناوين والعناصر، وقسمها وذاكرها كويس. وقبل دخولك للامتحان قول يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. ربنا يوفقكم جميعا، أشوفكم على خير. سلام.